قصتنا بتبدأ مع قط اسمه موريس اللي كان بيدور على الفيران في مزرعة كبيرة. وقتها بيلاقي عدد كبير منهم في البير، وفي الوقت ده شاب صغير بيشوفهم وبيتفاجئ لما بيلاقي إن القط ده بيتكلم زي البشر. وبعد شوية بيظهر عازف مزمار اسمه كيس، واللي بيبدأ يعزف الموسيقى اللي بتلم الفيران وبيخلوه يمشي وراهم في طابور. وقتها كيس بيوصل بالفيران لحد النهر، وهناك بينطوا في المية. ولما أهل القرية بيكتشفوا اختفاء الفيران دي بيتفاجئوا كمان إن القط اللي بيتكلم وعازف المزمار كمان اختفوا. وبعد شوية كيس بيقابل الفيران وبيديهم شوية حاجات من اللي هو كان جمعها. وبنشوف وقتها موريس كان شايل شنطة فلوس كانوا سرقوها من الناس اللي خدعوهم. ففار اسمه دانجرس بيقول لهم إن خداع البشر غلط حتى لو البشر نفسهم بيخدعوا بعض، لكن بنعرف إن المجموعة كانت محتاجة فلوس علشان توصل لمكان اسمه جزيرة الفردوس. والمكان ده بيقولوا إن الحيوانات هناك بتتكلم وبتعيش مع البشر في سلام. وقتها موريس بيقول لهم إن الجزيرة بعيدة وإنهم محتاجين الفلوس علشان يشتروا مركب علشان يقدروا يوصلوا لهناك. ولما بنروح لبلد تانية وقتها بنلاقي إن أكل البلد كلها كان بدأ يختفي. فالعمدة بيفتكر إن الفيران كانت هي السبب، فبيستعين بصيادين فيران علشان يتخلصوا منهم. ووقتها رئيس مجموعة الصيادين بيظهر في مكتب العمدة، وده كان راجل غريب ومخبي هويته. وبعد شوية بنشوف مجموعة الفيران بتتحرك وسط أنابيب الصرف وكانت بتحاول تدخل البيوت. وقتها قائد المجموعة اللي اسمه داركتان بيلاحظ إن في مصايد وآثار فيران موجودة في المكان، بس هو ما بيلاقيش أي فار هناك. وبنشوف لما كيس وموريس بيوصلوا للبلد بيلاقوا إعلانات بتوعد بمكافأة مقابل كل فار هيتم اصطياده. وكمان بيكتشفوا إن مفيش أكل تقريبا في الشوارع، وإن مفيش غير محل واحد بس هو اللي مفتوح. وقتها كيس بيحاول يشتري آخر أكل موجود هناك، بس الغريب إن الفاكهة بتختفي بشكل غامض قبل حتى ما يدفع تمنها. وبعد شوية موريس بيتسلل لأوضة، وقتها واحد من أصحابه بيمشي وراه، لكن موريس بيوقع حاجات كتير وبيعمل دوشة. وفجأة موريس بيكتشف إن في بنت بتراقبهم، فبيطلب من كيس إن هو يداعبه علشان يتظاهر إن هو مجرد حيوان أليف. بس البنت بتكتشف بسرعة إن موريس بيتكلم، وبنعرف إن البنت دي اسمها ميليسا، ودي بنت عمدة البلد اللي بتقرر إنها تضيفهم. وفي الوقت نفسه كيس بدأ يحكي لها إن هو يتيم وما عندهوش عيلة. وقتها ميليسا بتحط شوية لبن بايظ في طبق موريس، وفجأة الفار سردينز بيطلع من أنابيب الصرف وبيدخل للمطبخ. وأول ما ميليسا بتشوفه بتمسك طاسة علشان تضربه، بس كيس بيحاول يحمي صاحبه. وقتها ميليسا ما بتهاجموش لأنها بتفتكر إن الفار ده حيوان سحري، بس كانت مستغربة هو إزاي فار ممكن يكون صاحب قطة. وبعد شوية ميليسا بتكتشف حقيقتهم وإنهم بيسافروا من بلد للتانية وبيخدعوا الناس علشان يجمعوا فلوس. لكن السؤال الأهم كان إزاي الحيوانات دي أصلا اتعلمت الكلام وبقت ذكية بالشكل ده. وبنعرف في الماضي المجموعة دي كانت عايشة في مقلب زبالة وبتاكل أي حاجة تلاقيها، وفي يوم شربوا مادة خضرة كانت بتغلي وبتطلع من أوعية سحرية. وبعد فترة اكتشفوا إن المادة دي كانت بتترمي من الجامعة، وبسببها الحيوانات بقت ذكية واتعلمت القراءة والكتابة واختارت لنفسها أسماء من الحاجات اللي لقيتها في الزبالة. وبعد ما ميليسا بتسمع قصتهم بتعرف إن المجموعة دي ممكن تساعدها إنها تحل لغز البلد، خصوصا إن الأكل والفيران كانوا اختفوا فجأة. وقتها بتستعد للمهمة معاهم وبتلبس لبس الصيد. ولما بنروح لمخبأ صيادي الفيران بنشوف الرئيس بتاعهم بيوزع المهام عليهم علشان يقدروا يمسكوا الفيران اللي بتاكل الأكل. ووقتها داركتان وباقي المجموعة بيلاقوا مصيدة جديدة عليها جبنة، فداركتان بيشك إنها مختلفة وبيطلب من مستر تيك إن هو يختبرها، لكن في الوقت ده اللعبة بتتحرك بعيد عنه. ولما داركتان بيحاول يمسكها وقتها بيقع في المصيدة وبيتحبس جوه القفص. وبعد شوية المجموعة بتكتشف إن في مصايد كتير كانت منتشرة في الأنفاق وكل واحدة فيهم كانت عليها جبنة. وفي نفس الوقت ميليسا بتوصل لمخبأ الصيادين وبتقدر إن هي تفتح الباب بتاعهم، لكن المكان بيطلع أوضة عادية وما فيهاش أي حاجة مخيفة. وبعد شوية تدوير بتكتشف ممر خاص بالفيران واللي كان فيه باب سري. وفي الوقت ده كيس كان واقف فوق الممر ووقتها بيقع جوه المكان. وبعد شوية المجموعة بتوصل لأوضة كانت مليانة أكل، وهناك موريس بيمسك بيتشز وبيكتشف إنها كانت بتتسلل للمكان. وبيتشز أول ما بتشوف ميليسا بتتخض، بس بتطمن لما بتعرف إن البنت عرفت سرهم. وبعد شوية بنشوف مستر تيك تاك وباقي الفيران بيوصلوا وهم شايلين داركتان جوه القفص. ووقتها ميليسا بتفتح له القفص وبتطلعه، بس فجأة صيادين الفيران بيدخلوا. ووقتها ميليسا بتتهمهم إن هم اللي بيسرقوا الأكل علشان يأكلوا الفيران اللي هم بيصطادوها وبيخبوها. ووقتها بيحصل ما بينهم اشتباك وميليسا بتقع في المصيدة. ووقتها موريس كان بيحاول يضرب الصيادين، بس في النهاية كل الحيوانات بيتقبض عليها. وقتها كل حيوان بيتحط في قفص، لكن موريس بيظهر كمان مرة وبيساعدهم
بتساعدهم علشان يهربوا، بس المشكلة معاهم إنهم بيلاقوا سردينز وميليسا وكيس كانوا اختفوا، وكان لازم يلاقوهم، والدليل الوحيد عن مكانهم هو كلام الصيادين عن حاجة اسمها سباق الفيران. وقتها موريس بيحذرهم إن مفيش فار عاش قبل كده علشان يحكي لهم إيه اللي حصل في السباق. وفي مكان تاني كيس وميليسا كانوا بيحاولوا يهربوا، وقتها بيتشز ودارجروس كانوا بيساعدوهم إن هم يقطعوا الحبال. وفي وسط كلامهم ميليسا بتقول لهم إن جزيرة الفردوس مجرد قصة خيالية، ولما بيتشز بتسمع كده بتزعل لأنها كانت مصدقة إن كل اللي في الكتاب حقيقي، وبتهرب وهي بتعيط. وقتها دانجروس بيلحقها، لكن بيتشز بتطلع من مكان مظلم وما كانتش تعرف إن الصيادين مستخبين وراها وبيمسكوها. وفي الوقت ده بنشوف موريس وأصحابه بيتسللوا لمكان الصيادين وهم بياكلوا. وقتها ميليسا بتقول لهم إنها حطت سم في الأكل، وبنعرف في الوقت ده إن الصيادين كانوا بيصطادوا الفيران علشان يستخدموها في معارك، وبيقولوا إن التجارب بتاعتهم اتسببت في ظهور ملك الفيران بالغلط، وده كان كائن مكون من مجموعة فيران عقولها اندمجت مع بعض وبقت عندها قوة كبيرة. ولما موريس بيسمع كده بيسيب المكان علشان يحذر باقي المجموعة، ولما ميليسيا بتاخد منهم اللي هي عايزاه بتقول لهم على مكان الترياق اللي هيبطل مفعول السم، وبتقول لهم إن هو موجود تحت المبنى، فبيجروا علشان ينقذوا نفسهم. وبنعرف إن في الحقيقة المادة اللي كانوا أكلوها ما كانتش سم، وإن الترياق عبارة عن نفس المادة اللي بتسبب ألم في المعدة. وبعد شوية كيس وميليسا بيروحوا ناحية الغابة علشان كانوا عايزين يلاقوا عازف المزمار السحري اللي يقدر يسيطر على ملك الفيران. وكان وقتها موريس بيراقبهم من بعيد، وكان خايف إن هو يواجه الخطر ده، بس هو كان حاسس بالذنب لأنه ساب أصحابه لوحدهم. وبعد شوية بنشوف باقي المجموعة كانت ماشية ورا ريحة سردينز لحد مكان معزول، وهناك بيكتشفوا إن في مجموعة بتطلق الفيران في ساحة، وبعدها بتحط كلب مسعور وسطهم. وفي ساحة القتال الفيران بيجبروا إن هم يواجهوا الكلب ده. وقتها داركتان كان بيحاول يشتته بالرأس علشان باقي المجموعة تقدر تنقذ سردينز، وداركتان بعدها بيعرف إن هو يهرب من الكلب، لكن كلب تاني بيظهر له، فأصحابه بينقذوه في آخر لحظة. وفي الغابة كيس وماليسا بيوصلوا لبيت راجل غريب كان معاه مزمار سحري، وبيكتشفوا إن الراجل ده بيستخدم المزمار السحري اللي معاه علشان يتحكم في الحيوانات. وبعد شوية بيستدرجوا دانجروس لحد مخبأ رئيس صيادي الفيران، وهناك بيكتشف إن الراجل ده بيستخدم الفيران علشان يكبر جسمه. فموريس كان بيحاول ينقذ دانجروس وبيتشز، وقتها بيقدروا يهربوا بعد ما موريس بيوقع الراجل ده وبيشتت انتباهه. وبعد شوية كيس وميليسا بيدخلوا البيت عزف المزمار علشان كانوا عايزين ياخدوا المزمار السحري بتاعه، بس الراجل بيمسك كيس وبيستخدم الموسيقى السحرية علشان يسيطر عليهم. بس في الوقت ده مستر تيك تاك بيظهر وبيشوش عليه، فميليسا بتستغل الفرصة وبتوقعه في الفرن، بس هو بيهرب وبينط في البير. وفي نفس الوقت موريس وأصحابه بيهربوا من البلد، وهناك موريس بيعترف لهم إن هو كان زمان أكل فار، وده السبب اللي خلاه يقدر يتكلم. لكن بعد ما بيعدوا الجسر بنشوف إن رئيس صيادي الفيران بيظهر قدامهم، وقتها بيكشف لهم حقيقته كملك الفيران، وده بعد ما آلاف الفيران كانت دخلت جسمه. وقتها ملك الفيران بيبدأ يسيطر على الحيوانات ويضمها لجسمه، فموريس بيهرب علشان يطلب المساعدة، وبعدها بيرجع مع كيس وميليسا اللي كان معاهم المزمار السحري وبيحاولوا إن هم يستخدموه ضد الملك ده. وقتها كيس بيبدأ يعزف، لكن بنشوف إن ملك الفيران كان بيسيطر عليهم واحد ورا التاني، وبعدها بيهاجم كيس وميليسا. ووقتها ميليسا بدأت تشجع كيس وبتقول له إن قوة المزمار مش في الآلة نفسها لكن في الشخص اللي بيعزفها. فكيس بيكمل عزف، ومع الموسيقى دي ملك الفيران بيبدأ يفقد السيطرة وكل الحيوانات اللي جواه بتتحرر، وفي النهاية بيتبقى جزء صغير من الفيران كانوا متحدين مع بعض. وقتها ملك الفيران كان بيحاول يضم دانجروس ليه، لكن دانجروس بيرفض، فملك الفيران بيصيبه إصابة خطيرة. وقتها موريس بيقرر يواجهه لحد ما بيوصل للجزء اللي الفيران متجمعة فيه وبيعضوا منه، ووقتها ملك الفيران بيتفكك وبينهار. ووقتها موريس بيلاقي دانجروس مصاب وكان شبه بيموت، بس هو في النهاية بيطلب المساعدة من حد علشان يقدر ينقذ دانجروس، وفعلا بعد المساعدة دي بيقدروا ينقذوا حياة دانجروس. وبعدها موريس وميليسا بيتقابلوا، وبعد كام يوم بنعرف ان البلد كانت اتخلصت من مشكلة الجوع دي، وده بعد ما الفيران والبشر بقوا عايشين مع بعض في سلام وقدروا يخلصوا على ملك الفيران. ووقتها كيس بقى هو عازف المزمار الخاص بالبلد. وبكده الفيلم
الفيلم بتاعنا ده بيخلص، بس لسه سهرتنا مكملة في نوستالجيا، فخش معايا على الفيلم ده هو كمان. فيلمنا بيبدأ في وسط صحراء مصر لما مجموعة سياح بيوصلوا عند الأهرامات علشان يتصوروا، وفي اللحظة دي طفل صغير بيبعد عن أهله وبيعدي منطقة ممنوعة لحد ما بيقع ناحية الهرم، والحراس بيجروا وراه علشان يلحقوه، بس هما ما بيقدروش، والولد بيقع ناحية الهرم. والمفاجأة إن الهرم نفسه بيطلع مجرد مجسم قابل للنفخ، والطفل بيرجع تاني لأهله من غير ما يتصاب. والحادثة الغريبة دي بتتصدر كل الأخبار في العالم، وكل الناس بدأت تسأل هو مين الشرير اللي سرق الهرم الحقيقي. وفي مكان تاني بنشوف جرو، وده واحد من أشهر الأشرار في العالم، واللي كان بادئ يومه بشكل عادي وكان بيضايق أي حد يقابله. ولما بيرجع البيت وقتها بتخبط عليه 3 بنات أيتام، واللي هم مارجو وإيديس وأجنس، وكانوا بيبيعوا بسكوت علشان يجمعوا تبرعات لدار الأيتام، لكن الجروب بيقفل الباب في وشهم. وبعدها بشوية بيتصل بيه العالم دكتور نيفاريو وبيقول له إن هرم مصر اتسرق. ولما جروب يعرف الخبر ده بيحس بالغيرة، لأنه اكتشف إن في شرير تاني عمل حاجة أكبر من كل إنجازاته، وعلشان كده بيقرر ينفذ أخطر خطة في حياته، وبينزل للمعمل السري بتاعه وبيجمع المينيونز كلهم وبيقول لهم على خطته الجديدة، وهي إنه عايز يسرق القمر نفسه. وطبعا المينيونز بيتحمسوا جدا للفكرة، لكن تنفيذ خطتهم دي كان محتاج جهاز تصغير وصاروخ علشان يوصلهم للقمر، وعلشان يقدر يبني الصاروخ ده لازم الأول ياخد قرض كبير من البنك. وفي الوقت ده البنات بيرجعوا لدار الأيتام وهم زعلانين لأنهم ما قدروش يبيعوا كمية البسكوت اللي كانت مطلوبة منهم. وساعتها مديرة الدار بتبدأ توبخهم وبتقول لهم إنهم لازم يحسنوا المبيعات بتاعتهم. وتاني يوم جرو بيروح للبنك علشان يطلب منه القرض، ومن بره كده المكان شكله بنك عادي، لكن في الحقيقة ده كان بنك خاص بتمويل خطط الأشرار. وجرو بيدخل وهو واثق إن طلبه هيتوافق عليه، بس وهو منتظر بيفتكر جزء من طفولته لما كان بيحلم إن هو يروح القمر، لكن أمه كانت دايما بتحبطه وبتتريق من كل أحلامه. ووقتها واحد غريب اسمه فيكتور بيبدأ يتكلم معاه، بس جرو ما كانش مهتم بيه. ولما بيقابل مدير البنك بيبدأ إن هو يعرض خطته عليه، والفكرة دي بتبهر المدير جدا، لكن بيقول له إن سمعته بقت أضعف من زمان وإن هو بقى مهتم بالأشرار الجدد أكتر. وهنا جرو بيكتشف إن فيكتور هو اللي سرق هرم مصر. وفي النهاية المدير بيقول له إن هو مش هياخد القرض إلا لو قدر يجيب جهاز التصغير الأول. وجرو بيطلع وهو متضايق، وقبل ما بيمشي بيفش غله في فيكتور باستخدام مسدس تجميد. وبعد شوية بيبدأ أول خطوة حقيقية في خطته، وهي سرقة جهاز التصغير من معمل جوي اللي كان عليه حراسة شديدة. وفعلا المينيونز بينجحوا إن هم يوصلوا للجهاز وبياخدوه وبيدوه لجرو، وللحظة كده بيبان إن العملية هتنجح، لكن فجأة بيظهر حد تاني وبيقلب كل حاجة. وفي اللحظة دي بنشوف إن دراع ميكانيكي بيخطف جهاز التصغير من السفينة، والمفاجأة إن اللي سرقه كان هو فيكتور اللي كان بيحاول يهرب بالجهاز. فجرو بيتعصب وبيقرر إن هو يجري وراه، وبتبدأ مطاردة عنيفة بين السفينتين، وبنشوف إن الاتنين بيطيروا بسرعة في السماء وكل واحد كان بيحاول يضرب التاني. فجرو بيطلع صواريخ كتير على فيكتور، لكن فيكتور كان أذكى منه وبيفجرهم قبل ما يوصلوا له. وبعدها فيكتور بيطلع من سفينته وبيضرب جروب جهاز التصغير، وبسبب الضربة سفينة جروب تبدأ تصغر. ولحظه جرو والمينيونز بيهربوا من السفينة قبل ما هي تصغر. وتاني يوم جرو بيروح قصر فيكتور وبيحاول إن هو يدخل باستخدام أدواته، لكن أنظمة الحماية اللي كان عاملها فيكتور بتكون قوية جدا وبتبدأ إنها تهاجمه. ورغم كده جرو بيقدر ينجو من الانفجارات دي، لكنه بيكتشف إن هو مستحيل يقتحم القصر. وفي الوقت ده البنات بيرجعوا يظهروا تاني وبيوصلوا عند القصر علشان يبيعوا بسكوت، وفيكتور بيسمح لهم إنهم يدخلوا، وده بيدي جرو فكرة جديدة. فجرو بيروح لدار الأيتام وبيقرر إن هو يتبنى البنات دول بشكل رسمي، وبمساعدة المينيونز بيقدر إن هو يزور هوية مزيفة وبيقنع مديرة الدار بالتبني. ومديرة الدار بتوافق والبنات بيكونوا مبسوطين جدا، لكن فرحتهم دي بتروح لما بيشوفوا البيت الجديد اللي شكله مخيف وغريب. وبنشوف إن البيت مليان أفخاخ وتجارب وأجهزة غريبة، وجرو بيحط قوانين صارمة للبنات وبيحدد لهم كل حاجة هيعملوها، وبعدها بيسيبهم وبيرجع للمعمل بتاعه علشان يكمل خطته مع نيفارايو. وفي نفس الوقت نيفارايو بيعرض عليه روبوتات على شكل بسكوت علشان يقدر يتجسس على فيكتور. وبنشوفه البنات بيستكشفوا البيت، إيديس بتضغط على زر بالغلط وبتكشف المصعد السري للمختبر، ولما بينزلوا جرو بيتضايق جدا وبيحذرهم ما يعملوش كده تاني، لكن إيديس بالغلط بتكسر لعبة أجنس وده بيخليها تزعل جدا، وأجنس بتطلب لعبة جديدة، ولما جرو بيرفض بتضغط عليه لحد ما بيوافق. وجرو بيبعت المينيونز يجيبوا لها لعبة جديدة من السوق، لكن هناك المينيونز بيعملوا فوضى كبيرة، وفي نفس الوقت البنات بيعملوا مشاكل تاني في البيت، وجرو بيتعصب وبيجبرهم ان هم يناموا، بس هو بعد كده بيجيب لأجنس اللعبة الجديدة وبيفرحها. وتاني يوم جرو بيبدأ تنفيذ خطته الحقيقية علشان يقدر يدخل قصر فيكتور، وبيبعت البنات يبيعوا البسكوت
اللي جواه روبوتات التجسس، بس البنات بيرفضوا في الأول لأنهم عندهم بروفة باليه مهمة، فجرو بيضطر إن هو يوافق وبياخدهم للبروفة. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا كلهم مع بعض القصر فيكتور، وجرو بيطلب منهم يدخلوا البسكوت جوه القصر علشان يبدأ ينفذ خطته. وبنشوف إن روبوتات البسكوت بتتحرك جوه القصر من غير ما حد ياخد باله، وفي النهاية بيوصلوا لغرفة الخزنة اللي فيها جهاز التصغير، وبالليزر بتاعهم بيفتحوا فتحة في الحيطة، وبعدها جرو والمينيونز بيقدروا يدخلوا وياخدوا الجهاز. لكن قبل ما يهربوا روبوتات البسكوت بتقفل الفتحة عليهم تاني، وبكده بيضطروا انهم يدوروا على طريق تاني للخروج. وجرو بيفكر بسرعة وبياخدهم لممر التهوية، وبعد مطاردة جوه المواسير بيلاقوا الطريق علشان يطلعوا، لكن فجأة بيقعوا من فتحة في الممر وبيلاقوا نفسهم متعلقين فوق الأوضة. وفي نفس الوقت كان فيكتور قاعد بيتفرج على التلفزيون من غير ما ياخد باله منهم، والمينيونز كانوا بيحاولوا انهم يمسكوا جرو علشان ما يبانوش. لكن المشكلة بتكبر لما جرو بيكتشف ان أرضية الأوضة عبارة عن حوض سمك كبير وكان فيه قرش، والقرش ده بيشوفهم وبيبدأ ان هو يخبط في الإزاز علشان ينبه فيكتور. لكن فيكتور ما كانش ملاحظ أي حاجة، وجرو والمينيونز بذكاء بيقدروا انهم ينزلوا من غير ما حد يحس بيهم، وبيهربوا معاهم جهاز التصغير. وبكده بيقدروا ان هم يحققوا أول نجاح حقيقي في الخطة. وهم في الطريق وراجعين البيت البنات بيشوفوا مدينة ملاهي، وكانوا مصممين ان هم يروحوا، فجرو بيوافق لانه شايف ان دي فرصة ان هو يبعد عنهم شوية. وفي الملاهي البنات بيطلبوا انهم يركبوا لعبة قطار الموت، بس ما كانش مسموح للأطفال انهم يركبوها من غير ما يكون معاهم حد كبير، فجرو بيضطر ان هو يركب معاهم، ووقتها بيدخ وبيترعب. وبعدها أجنس بتشوف لعبة وحيد القرن وبتطلب انها تكسبها، والبنات بيحاولوا، وبعد محاولات كتير أجنس بتقدر ان هي تصيب الهدف، لكن صاحب اللعبة بيغش وبيقول انها خسرت. فجرو بيتعصب من الغش ده وبيروح هو اللي يلعب بنفسه وكمان بسلاح قوي، والضربة دي بتدمر المكان كله. ووقتها جرو بيكسب وبيجيب لأجنس اللعبة، وده بيخلي البنات يفرحوا جدا بيه. ومع الوقت جرو بدأ يتعلق بيهم بشكل غير طبيعي، وبعدها كلهم بيرجعوا للبيت. لكن الدكتور نيفارايو بيحذر جرو ان وقت تنفيذ سرقة القمر قرب يخلص، فجرو بيرجع يكلم مدير البنك وبيطلب منه القرض من تاني، وبيقول له ان هو جاب جهاز التصغير وبيشرح له خطته لسرقة القمر. لكن المدير بيرفض تاني وبيقول له ان هو مش مناسب للمهمة، وبيقرر ان هو يمول فيكتور بدل منه لانه كان اصغر واقوى منه. فجرو بيحبط جدا بعد الكلام ده وبيفهم ان حلمه ممكن يضيع. وفي نفس الوقت البنات بيدوا فلوسهم الصغيرة علشان يساعدوه، وكمان المينيونز بيقفوا معاه وبيدعموه. وساعتها جرو بيبدأ يتغير وبيبقى اقرب للبنات وبيكمل تربية في البنات، وهو كان بيحاول يكمل خطته. وفي ناحية تانية بنكتشف ان مدير البنك كان هو ابو فيكتور، واللي كان بيوبخه علشان الجهاز اتسرق منه. وفيكتور وقتها بيقرر ان هو يسترجع الجهاز ده. وفي نفس الوقت ده بنشوف ان جرو كان بيحاول يخلي البنات يناموا، لكن اجنس بتطلب منه يحكي لها قصة قبل النوم. وفي البداية جرو بيرفض، بس بعد ضغط منها هو بيوافق. وبنشوفه وهو بيقرا القصة جه على جزء كان بيتكلم عن علاقة الاب باولاده، وللحظة كده بدأ يحس ان هو متعلق بيهم كأب فعلا، لكن بسرعة بيرجع لنفسه وبيقاوم الاحساس ده لانه كان لسه شايف نفسه شرير. وفي نفس الوقت دكتور نيفاريو بيقول له ان فاضل يومين بس على تنفيذ سرقة القمر، فجرو بيبدأ يتلخبط وما كانش عارف يكمل الخطة، خصوصا ان في نفس اليوم كان هو عرض الباليه بتاع البنات. لكن الدكتور بيضغط عليه وبيقول له ان هو لازم يفضل شرير ويكمل. وتاني يوم جرو بيقضي وقت لطيف مع البنات، لكن فجأة مدير دار الايتام بتوصل وبتاخد البنات من تاني، وده كان بطلب من الدكتور نيفاريو، والبنات بيتاخدوا غصب عنه. وجرو في البداية بيقرر يرجع يركز في خطة سرقة القمر، لكن مع مرور الوقت بيبدأ يحس ان البنات وحشينه. وفي نفس الوقت البنات كانوا زعلانين جدا وبيفتقدوه. وبعدها بيجي يوم تنفيذ خطة سرقة القمر، والمينيونز بيكونوا خلصوا بناء الصاروخ، وجرو بيجهز نفسه علشان ينطلق. لكن قبل ما يطلع واحد من المينيونز بيديله تذكرة عرض الباليه بتاعت البنات، فجرو بيتردد للحظة لكنه في النهاية بيقرر يكمل الخطة وبيطلع بالصاروخ للفضاء. وفي نفس الوقت فيكتور بيظهر وبيحاول يلحقه وبيمسك بالصاروخ، لكن جرو بيزود السرعة وبيخليه يطير بعيد. وبعدها جرو بيوصل للقمر وبيبدأ ان هو يستخدم جهاز التصغير عليه، والقمر فعلا بيبدأ يصغر بشكل سريع، والتأثير ده بيأثر على الأرض كلها وبيخلي حاجات غريبة تحصل زي تغيرات في المد. لكن جرو بيكمل لحد ما القمر بيبقى في ايده، وفي اللحظة دي بيتفاجئ ان تذكرة العرض وقعت منه في الفضاء. وساعتها بيفتكر وعده لأجنس وبيكتشف ان هو لسه ممكن يلحق العرض، فبيركب بسرعة وبيرجع ناحية الأرض. وفي نفس الوقت دكتور نيفاريو بيحتفل بنجاح الخطة، لكن لما بيشوف ان كان في تجربة على المينيونز رجعتهم تاني طبيعيين بيبدأ ان هو يقلق، وبيعرف ان تأثير الجهاز ده مش دايم. لكن جرو بيكون خلاص داخل جوه الغلاف الجوي وما كانش سامع التحذير بتاعه. وفي نفس الوقت عرض الباليه بيبدأ، واجنس بتطلب من المنظمين انهم يستنوا شوية على امل ان جرو يوصل، لكن في الاخر العرض بيبدأ من غيره. وفجأة فيكتور بيظهر في نفس الوقت
بيستغل الموقف. وبعد شوية الجروب يوصل لمكان العرض بسرعة، لكن بيلاقي إن كل حاجة خلصت والبواب بيقول له إن هو اتأخر. فجروب يزعل جدا، بس وهو ماشي بيلاقي رسالة من فيكتور، وساعتها بيقرر يروح له. ولما بيروح عند القصر فيكتور بيهدده وبيطلب منه يسلمه القمر مقابل إن هو هيديله البنات. فجروب يوافق علشان ينقذهم، لكن فيكتور بيخدعه وبيهاجمه بالصواريخ. وبنشوف إن جروب يقدر يتفاداها وبيقدر إن هو يدخل القصر. ووقتها القرش كان بيحاول يهاجمه، لكن جروب يقدر يهزمه. ولما فيكتور بيحاول يهرب من المكان جروب يمسك سفينته. وفي اللحظة دي دكتور نيفاريو والمينيونز بيوصلوا وبينقذوه، وبيقدروا يطلعوه من الموقف ده قبل ما الأمور تسوء أكتر. ودكتور نيفاريو بيحذره إن القمر هيبدأ يرجع لحجمه الطبيعي قريب. وبعدها بشوية بنشوف إن القمر فعلا حجمه بدأ يكبر تاني جوه سفينة فيكتور، وده بيخلي الموقف كله يخرج عن السيطرة، وهو والبنات كلهم كانوا بيتعرضوا للخطر. فجروب بيضطر إن هو يطلق خطاف وبيمسك في سفينة فيكتور، والبنات وقتها بيقدروا إن هم يطلعوا من السفينة، وجروب يطلب منهم إن هم يروحوا ناحيته. ووقتها أجنس وإيديس بينطوا مع بعض وهم خايفين، وفي آخر لحظة جروب يمسكهم وبيقدر ينقذهم، لكن مارجو بتنط لوحدها وبتقع في إيد فيكتور في آخر ثانية. وفي نفس الوقت القمر بيكبر وبيخلي سفينة فيكتور تفقد السيطرة، ووقتها مارجو بتقع وبتتعلق في الحبل المربوط بالسفينة. فجروب يجري بسرعة علشان يلحقها، لكن فجأة الحبل بيتقطع والاتنين بيبدأوا يقعوا. وفي اللحظة دي المينيونز كلهم بيتجمعوا مع بعض وبيعملوا سلسلة علشان ينقذوهم، وفعلا بيقدروا يمسكوا جرو ومارجو وينقذوهم في آخر لحظة. ولما القمر بيرجع لحجمه الطبيعي فيكتور وقتها بيتسحب للفضاء وبيتعلق هناك من غير ما يقدر يرجع للأرض. وبعد كده جرو بيرجع مع البنات للبيت وبيخليهم يناموا، لكن المرة دي بيحكي لهم قصة ما قبل النوم وبيقول لهم إن هم اللي علموه معنى كلمة الحب والعيلة. والبنات وقتها كانوا مبسوطين وبيناموا وهم مرتاحين. وبعدها جرو بيقرر إن هو يعوضهم عن عرض الباليه اللي فاتهم، فبيعمل لهم عرض خاص في البيت. والمينيونز بييجوا علشان يشوفوا العرض، وكمان أمه بتظهر وبتكون فخورة بيه لأول مرة. والبنات وقتها بيبدأوا يقدموا العرض، لكن واحد من المينيونز بيغير الموسيقى لحاجة أسرع وأحلى، وساعتها كلهم بيبدأوا يرقصوا من الفرح. وفي النهاية جروب بيعمل للبنات مفاجأة كبيرة وبيطلع معاهم على منصة بتطلع لفوق ناحية السماء، وكلهم وقتها بيبصوا على القمر وهم مبسوطين. وبكده فيلمنا بيخلص لسهرة النهاردة، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. وبس كده، اشوفكم في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.